بغض النظر على اللي قاعد تعيش فيه تو، ظرف خايب باهي، انت حزين فرحان الدنيا ماشيه ولا، كون متاكد اللي حالتك باش تتحسن. شويه صبر وكهو، خاطر الحياه باهي والدنيا مزيانه. انا نغزر هكا للدنيا، عنا دار ما نبتوش في الشارع، والناس مازالت تحب بعضها، وفما حكومه ودوله وناس قاعده تخاطر بحياتها باش تحمينا، حتى جيراننا وصحابنا يحبونا. انا هذه نظرتي للحياه، على الاقل وقت اللي كنت صغير. انت اللي دخلت باش تفرش الفيديو هذا باش تكون فيه كميه متاع معلومات وحقائق باش تسمعهم، قادرين يوقفوا لك مخك من هنا على الاقل الشريخ. واذا كان ماكش انتريسي ويظهر لك الفيديو طويل، نجم تسكيبي من تو، وبرا ارجع ضيع سوايع في الفيسبوك والانستغرام والتيك توك، خير ملي تضيع درجين معينه قادرين يخليوك تغزل الدنيا بطريقه اخرى جنب، وباش يخليوك تفيق حتى بالكذبه اللي انت عايش فيها ملي تولد حتى لعمرك هذا. ندخلوا طول في صلب الموضوع. في الغالب انت تعرف اللي الدنيا بلاصه يعيش فيها القوي ويعيش فيها عيشه كريمه زين، وبالنسبه للضعيف الحقيقه ما يسمع بها حد كيفاش يعيش. اما نجم نضمن لك اللي هو معفس وحد ما يتلفت. هذاك علاش لازمك توصل للقوه وللصدق اللي حاجتك به، وتولي قادر تتحكم في الناس. وحتى كان ما تحبش توصل لهذا الكل، على الاقل تكون تنجم تحسن روحك من الالاعيب نتاع الناس وتخديم المخ نتاعهم. انا نوعدك اللي بعد الكلام اللي باش نقوله في الفيديو هذايا نظرتك للعالم باش تبدل بشكل جذري. ركز معايا مليح مليح. عمرك ما سالت روحك سؤال علاش والديك اللي هما في الاغلب شهاره ويخدموا على رواحهم، واكيد يعلم بهم كان ربي، والميزانيه نتاعهم قاعده تتيح نهار بعد نهار، هذا اخت اللي نجم يكون عندهم ديون وقاعدين يحاولوا انهم يوفروا لك عيش كريم باش تقرا على روحك وتتخرج وتخدم وتطلع كيفهم شهار، تجري ما تلحق وتجري على كوش صغارك وتجري على الكريم وعلى الخبز المر، ونفس السيركل تمشي وتتعاود على اجيال واجيال. بالله ما تحكيليش لغه نقرا مليح ونقرا اكثر ما نجم باش نطلع انجينيور ناخذ 4 ملايين شهري. 4 ملايين في الشهر قادره تعمل لك دار، قادره تعمل لك كرهبه. هذا اخت اللي فما الاف قبلك عندهم نفس الشهاده ومتخرجين قبلك بسنين ومازالوا يستنوا. على فكره مش هذا زبده الموضوع، اما انت تعرف علاش سالتك السؤال هذا وعملت لك الكونكلوزيون هذه، وماذا بيك حكيته لك تو الكل تقعد بينك وبين روحك وتخمم فيه. ناكد لك انه باش تحس فما حاجه غريبه في الموضوع. فما مثل يقول لك تكتم على مقاصد افعالك لتربك من حولك وتمنعهم من الكيد والاستعداد لك. المثل الثاني شجعهم على الخطا في تفسير تحركات واتركهم في الظلام حتى اذا ادركوا ما انت مقدم عليه ليكون الاوان قد فات على ايذائك او تعطيلك. القاعده هذه تحكي انه لازمك تظلل الناس على مقاصدك الحقيقيه عن طريق التظاهر انك تحب حاجات اخرى. والمره هذه مش نحكي لك على قصه قديمه من القاعده هذه، باش نحكي لك على واقع قاعدين نعيشوا فيه في اللحظه هذه. اليوم وفي عالمنا الحديث غالبيه الناس ما يعرفوش اللي فما مؤامره كبيره قاعده تصير، حتى الناس اللي تحس لي ثم حاجه غلطه، حاجه غريبه، حاجه مش منطقيه قاعده تصير، ما همش عارفينها شنية بالضبط. هذاك علاش باش نحاول نوضح لك الصوره شوي. المؤامره هذه مقسومه على 3 مراحل، وهذا اللي قاعد نلمح لك عليه من قبل. اول مرحله انشاء نظام جديد للعبوديه. العبوديه قبل كانت انك تخدم مقابل الاكل والشرب والمأوى. حاليا انت ضايع من عمرك اكثر من 15 سنه وانت تقرا باش توصل تتوظف، ويعطيوك ورقه يعيطوا لها دبلوم باش تنجم تشري بها ماكله وشراب، وفي احسن الحالات تامن بها مأوى. واللي ما يعرفش حاليا نحن نعيشوا في فتره ركود اقتصادي عالم، والازمه هذه هي فرصه للغني باش يكون اغنى. اما بالنسبه للشهار اللي هما فقراء اما في بالهمش باش يوليوا افقر، خاطر اسعار الاصول كيما اسهم الشركات والعقارات والاراضي باش تتيح بقوه. هذاك علاش باش يشريها الغني بسوم ممتاز. وفي نفس الوقت التضخم سيزيد ياثر على اسهم المواد الغذائيه والحياتيه، والشيء هذا باش يزيد يخلي الفقير افقر، خاطر شهريته باش تولي ما عادش تكفيه اصلا. نحن توا في تونس قارن سوم البنزين ليسونس اليوم وعاملتين وتتفهم التضخم اللي قاعد نحكي لك عليه. وذاك علاش المرحله الاولى نتاع مرحله المؤامره وفات. المرحلة الثانية كتم صوت الحق. باش نسألك سؤال، انه اسهل انك تروض حيوان او لا تروض انسان عاقل وواعي ويعرف ايش قاعد يعمل؟ كون متأكد انك ماكش باش تنجم تروض انسان عاقل وواعي، والشيء هذا هما يعرفوه مليح مليح. اذا كان الرجال الكل ولاو مثقفين ولاو لاهين ومركزين على رواحهم وبعدوا على التفاهات اللي يسربيو فيها كل يوم في التلفز والسوشيال ميديا وفي الاذاعات، فاكيد انهم باش يبنيو دول وحضارات قوية على الاخر. لكن اذا كان الرجال الكل ذكور اكبر طموحاتهم كيفاش يجيبوا نمرو طفل ما تستحقش تغجر لها اصلا، اذا كان ولاو مثليين، اذا كان حرية الطفل والمرأة قداش تورينا من بدانا، اذا كان النساء اللي تحب تتساوى مع الراجل، كيفاش في رايك تحب يكون وضع المجتمع؟ باش يكون مجتمع السيطر عليه سهله برشا. وهذاك علاش اي واحد يحب يبدل الاحسن باش يكون عبد محارب ومحقور في ظل مجتمع بهيم العليلة تعيش خير منه. عمره ما سأل سؤال بينه وبين روحه كيفاش الدنيا ذي قاعده تمشي، قاعد يعيش كيما هو ما يحب يعيش. ليه كل يوم قاعد قدام الفيسبوك والانستغرام يبارتاجي في الميمز، هي قاعده تاثر على حياته كل يوم وقاعده تاثر على عقله الباطن وهو ماهوش فاهم. المهم نعطيكم مثال، اندرتيل علاش بانيوه من البلايص الكل، بالانستا، من تويتر،
من الفيسبوك، من التيك توك، من اليوتيوب. ما حسيتش اللي ثم حاجه غريبه في الموضوع؟ يوتيوب وتيك توك هما شركات منافسه لبعضها، والتيك توك هي شركه صينيه بينما اليوتيوب شركه امريكانيه، والكلنا نعرفوا انه الصين وامريكا يكرهوا بعض. صحيح. معناها كيفاش تم اصدار امر من جميع مواقع التواصل في نفس الوقت ونفس اللحظه؟ والاهم من هذا، شكون اللي اصدر القرار؟ شكون اللي عنده سلطه على الصين وامريكا فرد وقت؟ شكون الطرف هذا المتخب؟ خمم واحد. السيطرة التامة. المرحلة هذه مازالت قاعدة تتخدم، واللي نقصده هو انهم يحبوا يوصلوا يسيطروا على الشعوب بالكامل. المرحلة بدات عام 2020 تحديدا وقت اللي ظهر فيروس كورونا، ملي الحكومات ولات تنجم تحصل العباد في ديار وما عادش تخليهم يخرجوا، وبعدها طلعوا لقاح للفيروس واجبروا الناس كلها انها تاخذ، واذا كان ما تاخذوش ما عادش عندك الحق انك تركب في الترونسبور بيبليك، ما عادش عندك الحق انك تدخل القسم باش تقرا، وحتى الخدمة ولي جرون سيرفاس. الموضوع يمكن يظهر لك عادي خاطر عطاوك حجة سلامتك وسلامة المواطنين، جد عليك عايش ولدي. صدقني الموضوع مش لسلامتك وماهمش خايفين عليك، خاطر كان جات سلامتك تهمهم راه كانت البطاله اقل والتضخم اقل اللي باش يفقرك ويجوعك السنين الجايه. البنيه التحتيه كانت تكون احسن وخير، وراه كانت الحكومات والدول العادله زاد. اذا كان جات سلامتك تهمهم بالحق، راهو المسؤولين في الدوله ما همش عباره على سراق. حتى انت بينك وبين روحك كي تسمع اسم دوله او ولا حاكم ولا شرطه تحس بنوع من انواع الخوف حتى كان ماكش عامل شيء. الشعور هذا اللي عندك من الداخل ماهوش جاي من غير سبب. اجي نحكي لك حاجه ممكن ما كنتش تعرفها قبل. الحكومات والدول اللي قاعدين تراو فيها في التلفز هي مجرد واجهات يتحكموا فيها من قبل عباد لا تعرفهم وليك باش تعرف ولا شفتهم لا عمرك ماكش تشوف وعمرك ماكش تسمع بهم اصلا. والعباد هذوما قاعدين يخططوا شيء كبير في المستقبل. تحب تعرف باش يصير؟ انا نقول لك باش يصير نظام سيستم كريدي للعباد، والكريدي هذا هو عباره على نقاط سلوك. اذا كانوا عبد باهي باش تكون لي بوان نتاعو طالعه وباهيه والشيء هذا باش يعطيك صلاحيات اكثر، واذا كانوا عبد خايب قادرين يمنعوه من برشا حاجات كيما السفر ترونسبور والخدمه وغيرها. واذا كان انت تقول تو السيد هذا مهبول فاش قاعد يحكي، نحب نقول لك اللي الشيء هذا صاير في اللحظه هذه، وها باش نقول لك كيفاه. عملت ريشيرش صغيره على الانترنت نلقى اللي في الصين ديجا نظام الكريدي هذا قاعدين يمشيو وديجا تعمل للناس، ولقيت لي حرفيا اي حاجه تنجم تاثر على نقاط في السيستم. قداش من ساعه تعديها على تليفونك، وقتاش ترقد وقتاش تقوم، شنو تشري، على شنو تلوج في الانترنت، ومع شكون تحكي على السوشيال ميديا. اي حاجه تعملها تنجم تنقص لك في نقاط كما تنجم تزيد، لدرجه انه في عام 2020 كان عند الصين 620 مليون كاميرات مراقبه مزوده بتقنيه التعرف على الوجه باش يوصلوا يراقبوا كل عبد وكل شخص حرفيا. والاتعس من هذا انهم يعرضوا الناس اللي بوانيتهم ضعاف في التلفز العموميه باش الناس الكل تراهم وتتمنيك عليهم ويعتبروهم ناس فاشلين، وبالطريقه هذه يوليوا قادرين انهم يوحدوا تفكير الناس على انه اي عبد بوانيته ضعاف راهو انسان فاشل وما عندوش قيمه في المجتمع، واي عبد عنده نقاط طالعه معناتها راهو انسان ذكي وقادر ينفع المجتمع. هذاك علاش لازمنا نسمعوا كلام الحكومه ونكونوا عباد باهيين. اذا كانك لتو ماكش مستوعب خطوره الموضوع خليني نوضح لك اكثر. بالطريقه هذه يوليوا اللي قاعدين يتحكموا في العالم قادرين انهم يخفيوا اي عبد من الوجود حرفيا. اي عبد ما عجبهمش، اي عبد يعارضهم، اي عبد يحب يعمل حاجه باهيه ينجموا ينحيوا منه صلاحياته الكل. والاتعس انك تنجم تولي مع اشتراك. صدقني نقول لك حاجه واسمعها مني، نصيحه من خور خوب، اسال روحك الاسئله اللي سالتهم لك من الاول. علاش لازمك تقرا ولازمك تتخرج باش تاخذ خدمه باهيه وشهريه باهيه باش تنجم تعيش روحك وصغارك نهار اخر؟ وعلاش خليوك تؤمن اللي الطريق هذاك هو الصحيح بينما نحن نراوك في والدينا كيفاش تعداو بالطريق هذا، وتوا اليوم عاش خالطين انهم يوفروا لنا حاجات كما قبل، وهما بيدهم عايشين في روتين باش يقتلهم ناقصين عمر، ورغم هذا ما يحبوش يخرجونا من السيركل هذه ويشجعونا نعملوا حاجات جديده. والله العظيم وخذها من عندك، كمل تاخذ دبلومك وتخرج تدبر خدمه وتخدم وتولي عندك شهريه، ومن بعد وعد مني ليه انا ما عندك وين توصل الا حالات نادره، اما الاغلبيه هاك تشوف فيها دايره بيك تجري ما تلحق، وكل عام اتعس من خوك. هما اللي عملوه النظام هذا ويحبوك تعيش بيه خاطر هذا يساعدهم باش يكبروا ثروتهم على ظهري وظهر، وانت الفقر يزيد ياكلك عام بعد عام. واذا كان كلامي غلط شوف روحك وعائلتك كيفاش كنتوا تعيشوا 5 سنين التالي وكيفاش وليتوا تعيشوا تو. تما وضعكم المادي خير ولا اخي؟ الاكيد انه اتعس. واذا كان وصلت تتفرج تو في الفيديو معناتها راك عملت الخطوه الاولى. ونقول لك اخر حاجه، صدقني انه فما تو طرف خفي قاعد يستعمل في العلم تاع الاف السنوات باش يحكم فينا ويسيطر علينا. الحياه اللي نعيشوا فيها هي مجرد كذب. الوجوه الكل اللي نعرفوها واللي يستخلوها وجوه ملائكيه هي ما اكثرش من مسكوات واقنع على وجوه الشياطين. برشا حاجات ماهيش منطقيه قاعده تصير وانت ماكش فايق خاطر سيء انت من اللي صغير عقلك برمجوه على شنو الصحيح وشنو الغلط، ما خلاوكش تفكر وحدك. جرب خمم وحدك وتتفيق برشا حاجات غريبه قاعده تصير دايره بيك وانت ماكش فايق بها. وتذكر اذا كان يحبوا يخليوك تعيش الحلم لازمك تكون راقد. انا معكم سلام.